السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهارده؟ الغدا من عمته. انا يا دوبك انا كنت نايمه، جت على الساعه 10 كده، 10 الصبح، لقيتها بتخبط عليا فبتقولي يلا عشان نعمل الغدا وكده. فلقيتها فبقول لها اعمل الغدا ايه؟ ما انا عندي اكل وكده اطلع واعمل. ما رضيتش خالص، راحت لقيتها جايالي بالحلل. كان اصلا الحلل كانت موجوده عندها بتاعتي وكده، فراحت جايباها لي وجايبالي حشيالي بقى المحشي كله، ورق عنب وكرنب وكله. وراحت ايه قالت لي انا جايباهم وانا جاي. قلت لها تسلم ايديك يا عمته وكده. فيدوبك انا بس سويتهم بس على استوى، ما عملتش اي حاجه اكتر من كده. فرحت وانا واقفه بقى بسويهم، ورحت عملت لي كوبايه قهوه كده وظبطت الدماغ. الدنيا كانت عسل النهارده، وتسلم ايديها وربنا يشيل عنها يا رب ويرزقها. هي دي امي مش عمتي بس، يعني دي امي التانية. الحمد لله، ربنا يا رب يخليهم ليا يا رب، ولا يحرمني منهم ابدا. فقلت بقى ايه، لازم اصور لكم كل سنه وانتم طيبين. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد. ولو انت لسه جديده في القناه انزلي اشتركي لي فيها عشان تنوري لي قناتي. بصي بقى ده بقى، ورحت غاسله برضك الطبقين وكده، وقلت برضك مش هفوت الفيديو عليكم خالص، لازم انزل لكم اللي انا هاكله اليوم. وكان زوجي ما كانش موجود. فرحت عملت بقى كوبايتين شاي. هي كانت صايمه وفطرت معايا. وطبعا ايه، فرحت عملت كوبايتين شاي انا وهي، وقعدنا انا وهي بقى والعيال. والاكل كان زي الفل والحمد لله. فبصي، في حاجة كده عايزة اقول لكم عليها، ان ربنا كبير، وربنا وسع على صابع جار. فحتى لو هتدي طبق كده تطلعيه من اي حاجة عندك، تشيلي اسمه طبق الجيران كده، تشيليه على جنب، ولو وزعتيه صدقيني ربنا بيطرح فيها البركة والرزق وبصي زي ما تكوني كده الاكل انت عامله 100 حله، مش عامله حله واحده، ربنا مبارك فيه سبحان الله، بتبقى حاجه جميله. فما تنسوش برضك طبق الجيران لازم تعملوه. ودي كوبايتين الشاي. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد. ولو انت لسه جديده في القناه انزلي اشتركي لي فيها، واسيبك في رعايه الله.